السلام عليكم. نكملوا الموضوع ديالنا ديال الشخصية. شخصية هذا الزمن أو صاحب الزمن يسمى بصاحب الزمن، صاحب هذا الزمن، الرجل الموعود. لديه الكثير من الألقاب، عنده بزاف ديال الألقاب، عنده بزاف. هاد الشخصية اللي كتواجد في هذا الكوكب، في الكرة الأرضية عامة في هذا العصر هذا، عنده بزاف ديال الألقاب، عنده بزاف ديال الألقاب. لهذا الانسان هذا يعني كاين واحد 80% ديال الناس فوق الكره الارضيه ما كيبغيوش. كتبغي 20% ديال الناس اللي كيبغيوه واللي كيعرفوه، اللي تلاقاو معاه كيعرفوه، ولكن ما كيعرفوه ما كي يعني ما كي كيعرفوه صافي، كيعرفوه وكيخلي واحد الحياه فيهم. من فوق كيمشي من حداهم كيخلي واحد الحياه كيحييهم. هذوك 20% كانوا يعني بقاو تما قطعوا لياس من هذا الكوكب، ومن قطعوا لياس من الحياه، ومن داكشي اللي قطعوا لياس يعني من بنادم. صافي بداو كيموتوا اغلبيه بداو كيموتوا. شي كيموتوا يعني كيتوفى، يعني القلب ديالهم بدا كيموت صافي، بداو ولكن من رحمة الله ربي كيلاقي هذا الانسان، هذا الرجل الموعود اللي كنتكلموا عليه، كيلاقيه مع دوك المؤمنين. دوك المؤمنين باش كيعرفوه، كيعرفوه من خلال الذهاب ديالو. يعني ملي كيتلاقاو معاه وكيمشي، الاثار اللي كيخليه في هذوك المؤمنين، كيفاش كيحياو، كيولي يزرع فيهم الحياه. وملي كيمشيو كيقولوا واو، كيفاش هاد خينا هذا رجع فينا ديك الحياه اللي كنا حنا كنبغيوها، وكنا يعني كنحسوا بها من بعد ما قطعنا لياس في هذا العالم وفي هاد الناس اللي دايرين فينا وفي هاد الشيء. فهاد وسط الظلام قطعنا، ما كاينش الضوء في وسط الظلام هذا. هاد الانسان، هذا الرجل الموعود، ملي كيتلاقى ربي خلقو رحمه للعالم، للكره الارضيه، للسماء والارض، للمؤمنين. وربي كيلاقيه مع المؤمنين وكيلاقيه مع الكافرين. هو شديد على الكفار الكافرين، شديد ورؤوف بالمؤمنين. الكفار كيدمرهم الرجل الموعود. ما تلاقى معه شي كافر، شي واحد ما كيعترفش بالخيرات ديال الله وكيتكبر وكيتجبر، يدمره بطريقة لا يعلمها إلا الله. يمكن أن يدمره، يقدر يدمره غير بالشوفة هكا، غير بنظرة واحدة كيدمر الشر والكفار، كيدمرهم من خلال أنه غير يشوف فيهم هكا. أما إلا وقف معاهم وتحدث معاهم كيدير لهم خلل في العلوم ديالهم، كيخربق لهم داك العلوم اللي اكتسبوها في الدنيا، لأنه هو عنده علم ديال السماء. الرجل الموعود عنده علم سماوي، يعني كيفهم في الروح، كيفهم في الوحي، كيفهم يعني كل شيء شاف، كيعرف المعجزات، كيعرف عنده كلمات سرية كينطقهم كيفتحوا له بيبان السماء. عطيه الله هادشي كامل، وراه الله، عنده صلة قوية بالله سبحانه وتعالى. لهذا 80% ديال الناس فوق الكرة الأرضية ما كيحبوش هذا الإنسان. علاش ما كيحبوش؟ لأن هذا الإنسان هذا يعني بحال اللي غادي يغير لهم النمط ديال الحياة ديالهم، وداكشي اللي كيوريو لولادهم ولولادهم، داك النمط ديال الحياة اللي هو نمط غير طبيعي، نمط يعني نمط كاذب مزور، نمط خارج على الفطرة، اللي خداوه واحد 80% ديال واحد السنين باش تدخل 80%. توصلنا لهاد الحاله ديال 80%. هاد الناس هادو بحد ذاتهم ما باغيينش يخرجوا، وداك النمط هذاك وصلهم لواحد الذل، كيعيشوا بواحد الذل ما كيتصورش. ما قدروش يخرجوا من داك الذل هذاك، داك الذل ما قادرينش يخرجوا منه، ولفوه ولاو كيبغيو داك الذل هذاك.
لهذا ما كيحبوش هما هذا الرجل الموعود، لان هذا الرجل الموعود صيفط الله باش يحيد داك الدل من العالم كامل. داك الدل سببه الشيطان ابليس، هو اللي خلى الناس يوصلوا لداك الدل هذاك، لان الناس تبعوا الشيطان بلا ما يشعروا، لانهم ما كيعرفوش الشيطان وما كيشوفوش. الرجل الوحيد اللي كيعرف الشيطان وكيشوفه هو الرجل الموعود. والشيطان هذاك هو اللي غادي هذاك هو اللي غادي يسجد له ابليس، غيسجد للرجل الموعود، لان الله قال له سجد لادم وما بغاش، وربي غادي يخليه حتى لاخر الزمان وغادي يسجد لادم، داك الادمي اللي خلقه الله بواحد المواصفات وجمع فيه يعني واحد الطاقه وواحد العلم وواحد يعني داك الشيء غريب على الرسل والانبياء اللي عاشوا فوق الارض. اذا تخيلوا نتوما هذا الانسان كيفاش غادي يكون، وكيعيش مع الناس وكيشوفوه الناس وهادي وكيتمشى مع الناس وهادي، ولكن انسان مختلف بزاف، انسان يعني عنده فايت، يعني فايت هذا العلم ديال الدين وهذا العلم ديال العلوم ديال التكنولوجيا، وفايت هذا الشيء كامل. انسان يعني يقدر يعطي الله واحد القوه ان كيقول الحاجه كون كتكون فيت في كون فيكون. عطى الله صفات واعره، صفات الله. هذاك الانسان كيحبوا الله. والرسول عليه الصلاه والسلام النهار اللي دار الاسراء والمعراج، النهار اللي طلع حتى لسدرة المنتهى حدا العرش ديال الله سبحانه وتعالى، شاف واحد الانسان واقف حدا العرش، الكرسي ديال العرش، انسان ما عرفوش الرسول، وسول على شكون هو داك الانسان. وخبروه بانه هو داك الانسان اللي غادي يكون في اخر الزمان، هو خليفه الله، يعني اللي غادي يعني الانسان اللي غيبين الحقيقه ديال هذا الكون والحقيقه ديال هذا الكذب اللي كاين وهذا الكذب وهذا الشر. ومذكور في القران ولقد رآه في الافق المبين، الرسول عليه الصلاه والسلام ولقد رآه في الافق المبين. تحيه للمتتبعين ديالنا. هو موضوع كبير بزاف، ويعني مازال نتحدث معكم على بزاف ديال الصفات، وكاينين بزاف ديال الامور اللي يعني خص الانسان يعرفهم على هذا الانسان هذا اللي وعد به الله الناس في القران. هو موعود لان الله وعد الامه ديالو في الكتاب ديالو ان غادي يكون هذا الانسان، وعد ديال الله، وعد عطاه الله باش غيكون هذا الانسان. هذا هو علاش تسمى بالرجل الموعود، لان الله الا عطاك واحد الوعد يعني راه ما تساينش ان داك الوعد ما يكونش، ولا شي حاجه راه كيكون. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وخديتوا بعض المعلومات على هذه الشخصيه اللي هي الاسم ديالها الحقيقي هو الرجل الموعود. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا. مازال كما قلت لكم نتحدثوا على بزاف ديال الحوايج والحياه ديال هذا الرجل، وبزاف ديال الامور اللي كتخصو يعني، وبزاف د الحوايج اللي غيدير، وبزاف د الحوايج اللي يعني بزاف د الحوايج بزاف د العلوم اللي غنتكلموا عليها ان شاء الله على هذه الشخصيه القويه، هذه الشخصيه اللي هو في العلم كيتسمى المتعاطف الهيوكا. شخصيه المتعاطف الهيوكا، الشخصيه النادره، متعاطف وهيوكا. داكور. مرحبا بالمتابعين، اشتراك، متابعه، جرس، وكل ما يخص بهذه الخشبه الا وهي خشبه اليوتيوب. مع السلامه.